بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين. الإرشاد الاقتصادي الأسري، يا ترى مين المسؤول عن هذا الإرشاد؟ أنا لوحدي ولا في حد معايا؟ زي ما قلت قبل كده إن كلنا مسؤولين. طب مين يتحط في المركز الأول؟ سيادتك كست بيت. إزاي بقى؟ هو أنا اللي في إيدي كل حاجة يعني؟ أنت اللي في إيدك كل حاجة. لا، أنت كده بتحملني أكتر من اللازم. لا، مش بحملك ولا حاجة. أنت وجوزك مسؤولين من الدرجة الأولى عن الإرشاد ده. إزاي؟ لأنه بناء أسرة. طب مين الأساس؟ الأسرة. أسألك أنت، مين أساس الأسرة؟ ها؟ يبقى الراجل والست الاتنين. عمودين اتنين ما ينفعش عمود يختل فيهم، لأن العمود اللي اختل منهم أكيد هيحصل خلل في الأسرة. واحنا جايين النهارده نظبط الخلل ده، لان الاسره المستقيمه السويه الحلوه ما بيبقاش فيها خلل، فيها اقدار وابتلاءات لكن ما عندهاش خلل. اسر طبيعيه تمام. طب احنا جايين نعمل ايه دلوقتي؟ جايين نصلح الاسر اللي مش طبيعيه. ازاي دلوقتي؟ اللي هي عندها عجز في شيء ما. طيب الاتنين مسؤولين، يا ترى ازاي؟ اولا الراجل بالانفاق بيجي يديني فلوس. طب الفلوس مش على قدي، اللي انا باخده اقل من المطلوب. هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده. وبالتالي بقولك انتي العمود الرئيسي والشديد والاكيد في الاسره دي، لان انتي مسكت الكتير هتوضحي وتبيني، وفي ايدك برضو تبوظي وتخربي. انتي مسكت الشويه، في ايدك تعمري وتخلي الحاجه كتيره وتكتري، وفي ايدك تمحيها خالص. يبقى كل حاجة بالرغم ان الطرفين مسؤولين في هذا الارشاد، اللي انت عليكي الحد الاكبر. انا مش بحملك ولكن بوعيكي وبعرفك ان ده دورك، ودورك ممتاز جدا وتشكري عليه، واجرك وثوابك عند الله، وانت احسن من كتير من ناسيه. طيب حضرتك دلوقتي بتقولي لي انت ايه المطلوب مني؟ هو ده اللي انا هتكلم فيه دلوقتي وهقولك عليه. اول حاجة، انت كانتي. الله، يعني ايه بقى كل شوية هتحيريني ليه؟ يعني انت نفسيتك، شكلك، اسلوبك، اخلاقك، جمالك، صحتك المهمة 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 عشان تقدري تشيل، لان لو مفيش صحة مش هتعرفي تشيل. يلا تعالي بقى عشان ما نكترش في الكلام. الحلقة اللي بعديها هقولك انت هتعملي ايه ودورك ايه. دمتم بخير.